أسود الأطلس المنتخب المغربي أول المتأهلين للمباراة النهائية. فرق المشاركة كلها، الفرق العربية الفرق الأفريقية، أتمنى أو سواء في عرب آسيا أو عرب أفريقيا، أتمنى تعيش التجربة المغربية. عارف أن المنتخب المغربي داخل البطولة، داخل البطولة يبغي البطولة. أتمنى أو سواء في عرب آسيا أو عرب أفريقيا، أتمنى تعيش التجربة المغربية. المغرب من كام سنة كانت بعيدة عن التفوق ده، فزي انه توصل للتفوق ده وتكسب البطولات بالشكل ده والتنوع وعدد لعيبه ما شاء الله كويس جدا. انت النهارده بلعب من غير 4 5 6 محترفين واوصل للمستوى ده. اتمنى التجربه دي تعيشها الدول الثانيه كلها سواء في اسيا او افريقيا، ويبقى شيء كويس نشوف مستويات افضل من كده، لان انا مستوى المغرب كابتن زي ما احنا في مكان تاني تماما يعني. هذا الوصول للمباراة النهائية عن جدارة، أداء مميز، أداء جميل منذ بداية البطولة، وهذا المشوار المميز للمنتخب المغربي. كابتن سعيد، المنتخب المغربي من بداية البطولة، اللي شاف البطولة يعرف أن المنتخب المغربي داخل البطولة، داخل البطولة يبغي البطولة بأي طريقة. بدليل هاي شغل، يعني شغل 7 8 سنين شغالين عليه من البداية، مثل ما قال اخوي الكابتن طارق. فقاعد تشوف انت في الملعب ان الرتم ثابت، الفريق متفاهم متجانس، بيلعب روح قتالية، مع انه فايز 4-0 وقاعد يلعب روح قتالية. فهذا الشيء اللاعب المغربي مميز بهاي الشيء، عنده المهارة وعنده القوة وعنده الروح القتالية. فاغلب الافرقة اللي عندنا دائما اذا كان فايز 4-0 او بنتيجة خلاص يبدا يلعب يعني بشكل عادي، يعني مثل ما تقول مو باستهتار، بس انه خلاص يعني. ولكن كان ضغط مستمر ويستحقون النهاية، يستحقون يوصلون للنهاية الصراحة، يعني الفريق المغربي يستحق.